بعد ما الوقود زاد رسميا ووصل ل 21 جنيه لبنزين 95 و19 جنيه وربع ل 92، الناس كلها بدأت تدور على العربيات اللي ما تشربش بنزين وتكون موفرة قدر الإمكان. من العربيات اللي لفتت الأنظار نيسان جوك، ودي جاية بمحرك تربو 3 سلندر 1000 سي سي بقوة 117 حصان، وبتستهلك في المتوسط 4.8 لتر بس لكل 100 كيلومتر، وسعرها بيبدأ من مليون و65 ألف لحد مليون 218 ألف حسب الفئة. أما أودي Q2 فبتجمع بين الفخامة والتوفير بمحرك تربو 1 لتر 4 سلندر، وبتستهلك 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بس سعرها عالي شوية حوالي 2 مليون و75 ألف جنيه. اوبل كروسلاند كمان من العربيات الاقتصادية بمحرك تربو 1200 سي سي، وبتستهلك 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وسعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه. وفي كمان سيات أتيكا الجديدة اللي جاية بمحرك 1.4 لتر بقوة 150 حصان، وبتستهلك 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وسعرها بيبدأ من مليون و709 ألف لحد مليون 850 ألف جنيه. وأخيرا ستروين سي 3 اير كروس بمحرك 1.4 لتر 110 حصان، وبتستهلك 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وسعرها من مليون و225 ألف لحد مليون و370 ألف جنيه. يعني لو بتفكر تشتري عربية بعد زيادة البنزين، فالسوق دلوقتي فيه كذا اختيار يوفر لك في البنزين وفي نفس الوقت يناسب احتياجاتك.